يا صباح الخيرات عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى بجد اللي بجد هيفوتوا الفيديو ده فايته كتير كتير كتير، واتمنى اتمنى اتمنى من قلبي ان انتوا ما تنسوش الدعوة الحلوة واللايك بتاعكم. وبجد يمكن لو مش عايزين تحطوا لي لايك، اهم حاجة دعوة حلوة من قلبكم. بصوا الفيديو ايه قلب على بنكي كده ليه. انا حاطه الكوفرتة، كنت بكوي عليها يعني على الكنبه ووريتكم كده. النهارده بقى بجد في المشتريات الجديده اللي انا كنت جايباها هفرشها معاكم النهارده. بجد الفيديو روقان روقان روقان، بجد والله مش هزار. الالوان مش عارفه، حاسه ان انا اتبهرت بيها كده زياده عن اللزوم ولا ايه، او انا بيتهيألي مش عارفه، بس حاسه براحه. بجد الالوان، لا الالوان هاديه عجباني. ممكن تكون يعني بجد هتتبهدل علشان ولادي هيبهدلوا الدنيا اكيد انا عارفه، بس ربنا يهديهم ويعني يهديهم ويقويني عليهم ويديني الصحة بجد، لأن الواحد خلاص اللي هو ما بقاش فيه خالص يعني. اللي هو أنا تقريبا ليل نهار رايحة جاية. أنا ساعات بنسى الفطار، يعني فاهمين، أنا بنسى أفطر والله، ساعات بنسى أسرح شعري. اللي هو ربنا يهديهم، ربنا يهديهم بجد. اللي هو احنا بنلف كده. المهم بقى انا معلش بقى لو بتكلم على ولادي وكده. تعالوا بقى ايه، نغير الكوشن كده. ما تبصوش بقى على الفايبر ده، الفايبر ده يا بنات من 13 سنة فكتر خيره، اللي هو بتاع جوازي يعني. فاللي هو الكسوة بتاعته دي، اللي تحسوها اللي هي شايفين الكسوة المدلدلة دي المفروض اللي كانت ماسكة الفايبر. عايزة بعد كده بقى اجيب قماش، بس مكسلة قوي ان انا امسك الفايبر واروح لخياط واقول له حط لي كل واحدة في كيسة. لا لا، كسل كسل، وفي نفس الوقت همشي بكيس كتير قوي، وفي نفس الوقت حاجه مش باينه. فبقول لنفسي انا كده كده بحطها في الكفر العادي وبقفل عليها السوسته وخلاص على كده. ومكبره دماغي بصراحه، لا مش جايلي مزاج ان انا امشي بيهم كده واروح فاهمين قصدي يعني. خلينا في الحاجات اللي ايه اللي باينه اللي ظاهره العمليه. مش هروح لخياط واقول له اعملي واعملي واعملي، فاهمين قصدي. المهم بقى بجد ما تنسوش يعني الدعوة الحلوة كده. وبجد برحب بالناس الجديدة وبقول لهم بجد نورتوني، ومبسوطة جدا جدا ان القناة بتعجبكم. وعايزة اقول بس للناس، يعني ناس كتير قوي بتتفرج عليا من غير اشتراك. عايزة اقول لكم الفكرة ان انتوا مش هتعرفوا تتفرجوا عليا تاني من غير اشتراك. ليه؟ لان اليوتيوب مش انا لسه جديدة، والقناة لسه يعني ما اتفعلتش ولا اتقبلت. فانتي مش هتفتحي اليوتيوب هتلاقيني قدامك، لازم يبقى فيه اشتراك. فمعلش لو كل مرة بقولها للناس الجديدة، علشان بس ايه، يا اما تحفظوا اسمي بقى، يعني احفظوا اسم ماي هاوس كده وايه وهاتوا الفيديو. بس الفكرة ان انا مش كل يوم يا بنات بنزل فيديو، والله على حسب اللي هو، على حسب بركتها على حسب تسهيلها. الوقت بجد، ولسه مش متعودة قوي قوي على موضوع التصوير، وبحاول برضو. مش معنى ان انا لسه يعني آه، يعني مش معنى ان انا مش فاضية اللي هو اصور كده وخلاص، لا بحب اهتم والله بالتصوير. تعالوا بقى هنا ايه، انا مسكت المرايات دي، غسلتها. طبعا ما تخافوش، ده مش نظام خشب. انا مش عارفه هي دي ايه، هتحسوها بلاستيك يعني، الفريم بتاعها كده تحسوه بلاستيك. الفكره بقى ان انا لما باجي امسحها بالجلانس يعني، لا يعني هي بتتبهدل مني كده ومش بعرف امسحها. فبس مش دايما كل مره بشيلها بقى، اخلعها من الحيطه واغسلها يعني. لا لا لا، ده هو كل فين وفين يعني، على بال ما بعمل كده. عايزه اقول لكم بجد النهارده، يعني عارفين لما تعملوا حاجه كده، اللي هو بنتي حاطه السمايل فيس ده، حطاه على المرايه. مش عارفه ليه والله، اهو يعني مع ان المرايات دي فوق الركنه، بتطلع فوق الركنه وتمسك الستيكر دوت وتقعد تحطه. مش عارفه ليه، ربنا يهديها يا رب. المهم بقى، آه اللي يعني عارفين وانا بسجل لكم اللي هو حاسه ان انا ايه مبسوطه، لان خلاص بقى طبعا انا فرشت وكده. فاللي هو انا شفت قبلكم الفيديو يعني. فبجد المشتريات بجد قد ايه عجباني ورايقه. وطبعا الناس اللي ما شافتش الجوله بتاعت الحاجات اللي انا غيرتها في غرفه السفره وكده، بجد فايتكم كتير والله. بجد كانت يعني بجد كان في شويه مشتريات حلوه ويعني
هتعجبكم بجد، هتعجبكم. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان بجد يا بنات، يعني بجد شجعوني باللايك والاشتراك. لان بجد والله انا فعلا بحس نفسي اللي هو، بصوا مش عارفه اقول لكم ايه، بس بحس نفسي مظلومه. يعني عارفين لما تبقى قناه كده واخده الدرع، واللي هو يعني انا، عارفين لما حد يبقى كبير وياخد افكار غيره. يعني عارفين لما كنت بقى عماله اقول لكم البساطه ومش عارفه ايه، وعملنا اليقطينه مع بعض في الفيديو اللي فات. ما علينا، ربنا يهديها يعني. حد كده مش عارفة يعني، اللي هو والله الناس بتاخد الفيديوهات، الناس الكبيرة يعني بتاخد الفيديوهات من ناس تانية، واللي هو كوبي بيست كده نفس الطريقة يعني. فبجد شجعوني وادعولي دعوة كده ان بجد القناة بتاعتي تتفعل وبجد افرح كده وابقى يعني، واحس بجد ان فعلا القناة اشتغلت يعني. المهم بقى بجد، بصوا يعني روقان كده، اللي هو انا اول ما حطيت بقى دي يا بنات زي حتة قماشة كانت باقية مني. وانا زمان يعني، وانا بعمل الكفر بتاع الركنة ده لما غيرت لونه من زمان. فانا اخدتها كده، ولا سرفلتها ولا عملت لها اي حاجة. كل اللي انا عملته ان انا كنت بخاف على الركنة ان هي تتبهدل. فكنت بقعد احط كده ايه دفايات، كوفرتا، اي حاجة كده من الحاجات اللي عندي. ففجأة كده انا قلت ايه، الله، طب انا كان عندي قماش باقي، طيب ليه ما احطهوش وفي نفس الوقت يبقى نفس اللون. فحطيته بقى من يومها، وانا اللي هو ادمنته يعني. اول ما يتبهدل مني اشيله كده في يوميها، اغسله يا دوبك ينشف تاني يوم الصبح، او على حسب ما بينشف امتى، واروح فرشاه على طول. بجد يا بنات اعملوا كده يعني. لما يبقى عندكم قماش يعني زودوا شويه علشان تحطوا يكشي حته كده صغيره، فاهمين قصدي؟ بجد هتعجبكم قوي، وخصوصا لما تحسوا ان انتوا حاطين من نفس اللون، اللي هو تحسوا الدنيا رايقه. حاولوا ما تكتروش في الالوان، علشان كفايه دوشه ولادنا علينا، ما تبقاش كمان الدوشه في الالوان وعنينا ما تبقاش مرتاحه، فاهمين قصدي؟ المرايه راقت بقى كده. المرايه ايه، لا الازاز، هو الازاز عندي كله فاميه. بصوا كان في حد قال لي الترابيزه بتاعه الليفنج اللي هي السودا الازاز دي، ان انا اغيرها. بصراحه يا بنات يعني تصعب عليا، يعني اللي هو اغيرها ليه؟ هي فلوس وخلاص ولا ايه؟ مش عارفة يعني ليه اغيرها، يعني مش عارفة، قولوا لي رأيكم. بس حسيت ان انا كرهتها، مش عارفة ليه. فليه اغيرها؟ يمكن علشان هي سودة. بصوا شوفوني دلوقتي هحط عليها مفرش الفرو، وهغير في الملامح بتاعتها يعني، ان شاء الله ايه تعجبكم لما اجي. انا طبعا هفرش كل الحاجات في الاخر، بس مستنيه ايه، انا بعمل ايه. بحب الاول اروق الدنيا كده من فوق، واخلص كله من فوق، وبعد كده ايه اخش على تحت، وبعد كده اقعد بقى احط بقى الشيلات الكفرات بتاعت الشيلات اللي انا جايباها دي. بجد تحفه تحفه يا بنات بجد. اللي ما شافش الفيديو بتاع المشتريات كنت عاملاه لكم في فيديو المشتريات وكده. عايزه اقول لكم بقى، لما فرشت غرفه الليفنج مع السفره، الاتنين يعتبروا في وش بعض. لسه بقى فاضل القطعه الثالثه اللي هي بتاعه الانتريه، ان شاء الله يومين التالت اصور. انا دلوقتي تقريبا يعني ها، الحمد لله بقيت يعني منظمه شويه. ادعولي يعني. بقيت دلوقتي يعني، الأول كنت أصور كل مثلا 6 7 أيام. بصراحة كنت بحس نفسي اللي هو مفيش ولا لايك ولا مشاهدة، اللي هو أنا لحد دلوقتي بحس نفسي اللي هو أنا مش موجودة يعني، مش هوا كده، فاهمين؟ فأتمنى بقى، أتمنى ودعواتكم الحلوة كده معايا إن بجد القناة يعني تتفعل كده. بجد كل مرة بقول لكم كده يعني، بحب دعواتكم، معلش بقى لو بقول لكم كده. بس عارفين والله لو كل واحد فيكم حطلي لايك، القناة هتبدأ تطلع للناس يعني، فاهمين؟ يعني هتبدأ تتشاف، هيبدأ اليوتيوب يفعلها ويقبلها، فاهمين قصدي؟ تعالوا بقى شوفوا لي انا بقى حطيت، والله ما حطيتش كتير، حطيت نقطتين بريكس. قعدت تقريبا يعني، اضحكوا عليا والله، قعدت تقريبا نص ساعة عمالة امسح في الارض، ووقفت وكملت لوحدي. ليه؟ مش عارفة. كل ده بسبب النقطتين بتوع البريكس اللي عمال يرغي يرغي يرغي.
بالمساحة واللي هي الموف دي، ولا نافعة معايا. في الاخر رحت بقى ايه، وقفت بجد تصوير الارض مرغية خالص. وبعدين مش برضه اعمل كده لما تكون الارض مرغية معاكو، ما تستنوش تنشف وتحطوا السجادة، لا بالعكس، السجادة بتفضل يا بنات رايحة جاية في رجلينا حتى لو هي تقيلة. يعني السجادة دي من النوع التقيل، بس برضو والله طول ما في صابون لسه ما اتمسحش كويس، السجادة بتفضل رايحة جاية رايحة جاية. بصوا بقى الروقان واللون بتاع السجادة كده، اللون ده يعني يخطف قلبي كده، فاهمين؟ في لون تاني عندي برضو بفرشها ببدل فيها، كنت جايباها الأول لونها جراي في أبيض. ببدل فيهم، بس بحط بقى ايه، بغير الكوشنات يعني. بس المهم خلينا في دي. بصوا دي الترابيزه اللي بيقولوا لي ان انا اغير، بس انا عشان جايبها لكم من فوق فهي مش باينه قوي. في الجوله بقى هعمل لكم جوله في الاخر. دلوقتي خلاص انا خلصت بقى ايه وهبتدي افرش كله. قولوا لي بقى يعني ليه اغيرها، او يعني يمكن فعلا هي محتاجه للتغيير، مش عارفه. بس يعني ده ازاز، اللي هو اسمه ايه، ازاز فامي اسود كده. مش وحشة، ممكن نبقى نعمل فيها تعديلات أو حاجة. بس أنا طبعا أخاف بصراحة، هي كلها أزاز يعني، حتى ما تدهنش يا بنات ولا يحصل فيها حاجة عشان خاطر أغير لكم في شكلها، فاهمين قصدي؟ بصوا دول كانوا عندي من زمان بتوع جوازي، اللي هم دول اللي فاضلين. دي حاجات فاضلة كده، كنت بقعد أخبيهم في البوفيه عشان خاطر ولادي كانوا بيكسروا. تمام. فالمهم دول قلت ايه، كنت حطاهم جوه في غرفة النوم عندي. وطبعا حطيت الكونكريت دول اللي هو زي اللي انا كنت حاطه منه على السفرة، بس دول ايه شكل تاني يعني. تقريبا هو الشكل، بس التانية يقطينة دي ايه زي بونبونيرة كده، فاهمين؟ بس بجد والله لا يعني، لما فرشت المفرش حسيت الترابيزة هي فعلا ممكن يكون قصدكم مظلمة الأوضة، بس هي لايقة. الركنة اسود في جري، فلايقة يعني. بصوا بقى خلاص، اللي هو خلاص اللحظة الأخيرة بقى، اللي هو أنا قعدت وبحط بقى خلاص في الحاجة، وقلت ايه اقرب لكم كده الكاميرا، لان ايدي بقت من كتر ما انا بمسك التليفون كتير. ايدي والله يا بنات بقت بتتهز لوحدها، فسامحوني لو ساعات التصوير بيطلع مهزوز. من كتر ما بفضل مش علاقه ايدي، وافضل اصور لكم بايد واعمل بايد. وساعات عايزه اقول لكم يعني، مثلا يعني وانا بمسح الترابيزه، من كتر هز الايد او حاجه ممكن اصور اكتر من 3 مرات في نفس اللقطه. اه والله بجد. ف يلا ربنا يدينا الصحة كده وايه ويهدي ايدي، عشان ايدي بجد بقت بتهز كتير قوي كده. انا والركنه مطقمين مع بعض، اللي هو يعني لابسين، بس هو انا لابسه كفيه، بس هو تحس في التصوير كانه جري. المهم تعالوا بقى كده خلاص، هقعد بقى ايه، وافرش بقى. ايوه هي دي الكفرات دي بجد يعني احلى من اللي هي المنكوشه اللي انا حطاها على الانتريه. ليه بقى المنكوشه دي اول ما جيت اغسلها في مره، تحسوا إن الفرو بتاعها او النكشه بتاعتها دي اللي هو بقت عامله شبه راس المجنونه كده. اه والله بقت عامله شبه راس المجنونه. بس دول بصراحة لا، دول بقى مش من النوع ان انتي لما تغسليهم يتنكشوا كده ويبقوا يعني انتوا فاهمين قصدي، فاهمين؟ هي اللي على الانتريه دول عاملين شبه راس المجنونة. دول بقى بجد حلوين. وفي منهم كمان يا بنات مش لون سادة، لا ده في منهم مشجر كده، يعني مثلا في الاوف وايت دوت في لون بني، وفي الاوف وايت في لون جري. معلش رحت فتحت الباب. المهم في بقى الوان يعني هتعجبكم، وعايزه اقول لكم بجد على ضمانتي هما خامتهم حلوه قوي، واعتمدوهم. حتى الالوان المشجره منهم حلوه يعني، مش وحشه، احسن من اللي هما المنكوشين. برضو المنكوشين هنستخدمهم يعني، مش هنركنهم ولا حاجه. بس دول لا عمليين احسن من النكشه دي. المهم بقى عايزاكم تقولوا لي بجد يعني، محتاجه بجد رايكم، ومحتاجه يعني اللي هو ما احسش ان انا لوحدي كده. قولوا لي هل فعلا الالوان لما بعد ما افرش بقى كده وتقولي الالوان موفقه حلوه، ولا كان مثلا المفروض احط كذا على كذا؟ محتاجه ان انا اسمع رايي عشان اتشجع، عشان لما اجيب حاجه دايما اصور كده ايه، وابقى حاسه ان انا فعلا على حق يعني. انا عارفه انتوا بجد ناس جميله قوي، متحبوش مثلا تزعلوا حد او حاجه، بس لا عادي، محتاجه ان انا فعلا اسمع رايكم. قولوا لي هل لايقه، هل حلوه الالوان،
هل مش عارفه، انا كنت بقول لنفسي اشيل اللي هو اللون البيج دوت من على الركنه، بس قلت ايه، لا يعني هحط كله اوف وايت، خليني اتنين بس وبيج علشان خاطر اللي هو الكافيه ده يعني، علشان خاطر هو لونه كده، بس في العموم يعني هو لايق على الانتريه ولايق على السفرة، فالالوان واخدة من بعضها، فقلت لا خليني حطاه برضو ايه، يبقى لايق يعني، فاهمين؟ استنوا بقى دلوقتي ايه، هحط كده الحاجة وهوريكم بقى ايه في الاخر بجد يعني. عايزه اقول لكم بقى السبوت ده، هوريكم دلوقتي منظره يعني نازل كده على الشيلات، فمخلي شكله كده في حتة تانية. وبصوا بقى القمر دي، يا كيوتة خالص والله، اللي هو انا كل شويه اروح احط ايدي عليها كده زي العيال الصغيره. اه والله بجد، واروح احط ايدي عليها كده من النعمات، واحط ايدي، يجوا هما يحطوا ايدهم، لا ما حدش يحط ايده عشان هتبوظوها. بصوا بقى، تعالوا لي هنا، ولا جبت بقى رانر ولا اشتريت ولا اي حاجه، كانت طرحه عندي يا بنات، انا الحمد لله بحب الطرح القطن يعني، ولحد الان دي كانت عندي من زمان، لونها اللي هو اللون الاوف وايت، دي ستارت اللي هي اللي عند السفره، باينه يعني وكده. فالمهم دي طرحه، فانا حطيتها كده، قولوا لي ايه رايكم، لايقه ولا مش لايقه؟ حطيتها كده على الدراع، انا كده كده دايما الدراع الاسود ده بحط عليه حاجه لانه بايه بيتبهدل يعني. واسيبكم بقى في جولة، وما تنسوش دعواتكم الحلوة و... وتحطوا لي كده اللايك، واللي ما اشتركش يا ريت اتمنى ان هو يشترك. طبعا ما حبيتش ازعجكم بصوتي، وقلت اسيبكم كده ايه اللي هو روقان روقان كده. يا رب يملى بيوتكم كده بالراحة والسكينة والهدوء، وربنا بجد يعني يحببكم في بيوتكم، واهم حاجة اهم حاجة الرضا. يا رب كده يجعل كل واحدة في بيتها راضية. بجد دي يعني الحاجات اللي انا ماشية عليها، اهم حاجة عندي هي الرضا. الرضا بتخلي بيتي ببقى مبسوطة بيه، حتى لو هو مش مثلا ما فيهوش حاجة حلوة، مش عاجبني، طول ما انا راضية بجد انا ببقى مبسوطة. يعني ربنا يملى بيوتكم كلها بالرضا. بصوا بقى، ده الجزء كده بتاع الديب فريزر برضو، ايه قلت له ايه، لا مش هسيبك كده، فحطيت المصاحف وحطيت المبخرة وحطيت السبح كده. وبصراحة افتكرت رمضان، يعني اللهم بلغنا رمضان يا رب. فقلت بجد ايه يعني، اقول لكم الحاجات اللي انا ماشية عليها. غيروا بيوتكم، لو في امكانياتكم حاجات بسيطة، ما غيرتش حاجات كتير، كل اللي انا عملته مجرد اسمها ايه كفر للشيلت. اسعار بجد مش غالية قوي، مش لازم كل مرة تشتروا كل مرة واحدة. هاتي مرة حاجة في حاجة في حاجة. الركنة دي عندي من زمان بتاعت جوازي، متجوزة بيها. حافظوا على حاجتكم. حاولوا لما تعملوا حاجة اعملوها عملية بسوست، علشان خاطر حتى لو هتغيري القماش بتاع الركنة يعني، فاهميني؟ لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش الدعاء بقى، يعني بجد بحب دعاء اخواتي قوي، واستنوا بقى احط لكم اليقطينه. وبجد الناس اللي طلبت مني طريقه عمل اليقطينه، انا بجد هصورها لكم والله مش ناسيه. بس لما اخلص بس الجوله في الريسبشن هعملها لكم وانزلها لكم على طول، ومبسوطه بجد ان هي عجبتكم يعني هي كمان. وان شاء الله كده الفيديو الجاي هيبقى فرش باقي الريسبشن. اهم حاجة دوسي اشتراك علشان الفيديو يوصلك، وعلشان ايه ما يفوتكيش حاجات كتير، بجد بنعمل حاجات هتعجبك. باي باي.